يا دكتور انا شعري وقع لما سافرت الخليج، بس ما عندناش حد عنده صلع وراثي. معاكم دكتور عبد الرحمن الهلالي. قبل ما نتكلم عن الصلع الوراثي لازم نتكلم على انه مشكله مزمنه، وان الصلع قد يكون موجود فيك انت مش موجود في حد قبلك في العيله. بيجي لي ناس كتير يقولوا يا دكتور انا شعري بيقع بس انا مش عندي صلع وراثي، او ما عنديش حد في العيله عنده صلع وراثي. هل الكلام ده صح؟ الاجابه دي غلط. ليه غلط؟ لان الصلع الوراثي اسمه صلع وراثي، يعني العرق يمد لسبع جد، فممكن يكون انت واخد الجين من حد انت ما شفتوش. طيب هل الصلع الوراثي بيجي للسيدات والبنات؟ الاجابه ايوه، بس المشكله ان هم في الغالب بيحاولوا ينكروا الحقيقه دي. طب ليه بيحاولوا ينكروها؟ لان الصلع الوراثي مرض مزمن، والامراض المزمنه بتحتاج الى علاج دائم، فعلشان كده لازم نتشخص صح، لان خطه العلاج مختلفه تماما. هل احنا عندنا صلع وراثي وده بيساوي علاج مدى الحياه، ولا عندنا نوع اخر من انواع التساقط؟ علشان نحدد الكلام ده محتاجين كشف مباشر. ممكن نبص بمنظار الشعر، بالفحص بالعين، وبعض التحاليل اللي ممكن نطلبها. في النهايه خالص تقدروا تنورونا علشان نقدر نحدد لكم الخطه العلاجيه المناسبه من اول العلاج لحد الجلسات انتهاء بزراعه الشعر.